في صباح جميل أشرقت الشمس بنعومة على أطراف الغابة. خرج جحا كعادته يحمل فأسه وكيسا صغيرا ليجمع الحطب، وكان الكيس ممتلئا بالحبوب والزرع وفتات الخبز، فجحا كان رحيما بالحيوان. يا سبحان الله، هون عليك يا أيتها المسكينة، لا تخافي، انظري، هذه حبوب وخبز، تذوقي قليلا، سأحررك لا تقلقي. ويلي، ما هذا؟ ذئبة مسكينة في فخ قاس، لعلها أم لصغار يجوعون الآن في الوكر. لا تخافي أيتها الذئبة، أنا لا أريد أن أؤذيك، سأحاول إنقاذك، ها قد أطلقت، اذهبي. الحمد لله الذي جعل الرحمة في قلوب المخلوقات، فكيف لا تكون في قلوب بعض الناس؟